يد عاملة مغربية في قطاعي البناء والتمريض الإسرائيلي وفق اتفاق تعاون ثنائي تعتزم تل أبيب والرباط إبرامه، وهو ما أكدته الثلاثاء وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد بمناسبة زيارتها إلى المغرب. كان لدينا اجتماع جيد للغاية مع الوزير. تحدثنا عن بعض المشاريع التي يمكننا القيام بها معا، وأعتقد أن السلام بين الشعبين وتجديد العلاقات فرصة كبيرة للشعب في إسرائيل وفي المغرب للعمل معا والاستمتاع سويا. الهدف هو بدء تجربة أولية في غضون الشهر لاستخدام عمال التمريض وعمال المغرب منذ 12 قرنا لا في تعامله مع القضية الإسرائيلية ولا في تعامله مع القضايا العربية والإسلامية، يعني كان دائما دولة فعل وليس مجرد قول. وحينما يقول بأن أمن دول الخليج العربي هو من أمننا، وبأن ملك البلاد يتعاهد لرئيس دولة الإمارات بأنه معه في أي إجراء تتخذه الإمارات من أجل حماية أمنها القومي، ما أعتقد أن المملكة المغربية ستتردد إذا ما طلب منها أي دعم سواء عسكري أو أمني أو استخباراتي. ستجد دول الخليج العربي المغرب إلى جانبهم بإرسال 2000 ممرضة لمعالجة قوة الاحتلال الإسرائيلية. يعني غريب جدا، يعني هذا التماهي إلى هذه الدرجة من طرف يعني دولة المخزن أو من طرف المخزن فيما يتعلق بالمسألة ديال التطبيع. لم تقم أي دولة بالمنطقة سواء داخل المنطقة المغربية أو كذلك مطبعين القدماء، سواء يتعلق الأمر بالأردن أو كذلك بمصر أو غيرها من الدول، بأنهم يوصلوا إلى أو أنهم يتجاوزوا الحدود إلى هذه المسألة. تيجي السياق العام ديال الاستعداد أو الاتصال اللي قائم ما بين يعني الحكومة ديال الانتقالية بقيادة العيد مع يعني مع الحكومة المغربية فيما يتعلق بإرسال 2000 ممرضة. البيان هو اللي صدر من طرف المغرب أو باسم المغاربة، حيث البيان صدر من طرف وزارة الخارجية المغربية وبالتالي يمثل المغاربة. لا يوجد أي اعتراض. بطبيعة الحال كان تنديد وبطبيعة الحال كذلك داخل موقع التواصل الاجتماعي وكذلك الإعلام الإقليمي بأنهم أكدوا بأن الشعب المغربي بأنه فاقد الإرادة، وهذا ما يؤكده الجميع أن الشعب المغربي هو فاقد الإرادة أمام يعني الماكينة ديال المخزن أو التيار الصهيوني، يعني اللي تيقودوا دابا حاليا أندري أزولاي، وكذلك الوجه البارز فيه هو بوريطة. يستعدون يعني في هذا الإطار إلى إرسال 2000 ممرضة لمعالجة الإسرائيليين من الإصابات ديالهم والأمراض ديالهم. في المقابل لم هناك تعاون اللي هو في مستويات اللي هو متعددة، ويعني ومستويات اللي هي رفيعة ما بين المغرب وما بين إسرائيل، وهذا تعكس كذلك يعكس مدى يعني الهيمنة ديال دوائر القرار الإسرائيلية على أو أن سيطرتها على القرار السياسي أو يعني صناعة القرار داخل المغرب. هذا بشكل اللي هو واضح بطبيعة الحال تنأكدوا عليه. الإشكال الحقيقي باش نكونوا واضحين في هذه المسألة، الإشكال الحقيقي هو أن هذا الإرسال أو الاستعداد لإرسال 2000 يعني الممرضة ويتعلق الأمر فقط بالممرضات يعني غريب جدا. لا يتعلق الأمر بالممرضين يعني الرجال ونساء، لا يتعلق الأمر فقط بطلب الممرضات، والإشارات راهي واضحة، الممرضات فقط.